من جديد أهلا بكم. نقل موقع كل شيء عن الجزائر الإخباري عمن وصفه بمسؤول جزائري كبير طلب عدم ذكر اسمه أن المغرب والجزائر باشرا مباحثات قد تفضي إلى إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين والمغلقة منذ 17 عاما. ويأتي الحديث عن إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية في وقت تشدد فيه قيادتا البلدين الجارين على ضرورة فتح صفحة جديدة في علاقاتهما. كما تأتي المحادثات حول الحدود إذا صحت بعد أسابيع من تصريح للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال فيه إنه لا مشاكل بين بلاده والمملكة المغربية. وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها البرية مع المغرب عام 94 ردا على قرار الرباط فرض تأشيرات دخول على جميع الجزائريين عقب هجوم على سياح في مراكش اتهمت المغرب الاستخبارات الجزائرية وقتها بالوقوف وراءه. ولإلقاء مزيد من الضوء على الموضوع معنا من الجزائر العاصمة الإعلامي الجزائري سعد بوعقبة. سيد سعد، ما دقة وصحة المعلومات عن إمكانية فتح الحدود بين البلدين بين الجزائر والمغرب؟ يبدو أن الأمر فيه حقيقة اتصالات، لأن تصريح الرئيس بوتفليقة الذي أشرتم إليه والذي قال فيه بأن لا مشاكل للجزائر مع المغرب فيه إشارة إلى العودة إلى ما كان عليه الأمر بعد لقاء الرئيس الشاذلي والحسن الثاني المرحوم الحسن الثاني بوساطة سعودية عندما فتحت الحدود قبل 18 سنة أو قبل 20 سنة تقريبا بعد وساطة سعودية، ووضعت قضية الصحراء جانبا وتم الاتفاق على أن العلاقات الثنائية لا ينبغي أن تتأثر بها قضية الصحراء أو لا يمكن أن تؤثر عليها قضية الصحراء. الآن بعد غلق الحدود عادت الجزائر إلى الفكرة بأنه لا يمكن أن تكون العلاقات سوية إلا إذا حلت قضية الصحراء. ويبدو أن الرئيس بوتفليقة الآن عاود راجع الموقف، ويمكن تكون مباشرة المحادثات اللي تفضي إلى فتح الحدود. كما ذكرت إذن قضية الصحراء كانت عقبة أساسية لكنها لم تحل حتى الآن ما الذي ساهم في ترطيب الأجواء؟ هل هي ربما زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن وهي التي حضت الطرفين إلى التباحث في هذا الشأن؟ لا يمكن أن تكون هذه، لأن تصريح بوتفليقة كان قبل زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن. القضية عندها علاقة بأمور وصلت إليها قناعة في البلدين باللي لا بد من فتح الحدود، لأن التنمية في البلدين تعطلت، وحتى جيراننا في الشمال كانت لهم آراء وضغوط على البلدين لإنهاء هذه القضية. الحقيقة البلدين عندهم مسؤولية في غلق الحدود، ولكن المغرب عنده حدود أكبر، عنده مسؤولية أكبر، لأن هو اللي بدأ بحكاية فرض التأشيرة على الجزائريين. وملاحظ أن المغرب أيضا راجع سياسته تجاه الجزائر، لأن ما يخفاكمش الحدود أغلقت في 63 بسبب تمدد المغرب خارج حدوده، وأغلقت في 74 و75 بسبب أيضا المشكل تاع الصحراء، وأغلقت أيضا في المدة الأخيرة يعني قبل 18 سنة أو 17 سنة بسبب أيضا مشاكل أثارها المغرب في علاقته مع الجزائر. سيد سعد، يعني هذه المشاكل كلها التي ذكرتها لم تحل بعد، من ضمنها قضية الصحراء. ذكرت أن هناك مشكلة تنمية يعني منذ عشرات السنوات قائمة. الآن يعني كان هناك وعي بأن هناك مشكلة تنمية، ما الذي جعلهم الآن يبحثون في هذا الأمر؟ التنمية مشكلة قائمة منذ عشرات السنوات، لماذا الآن؟ لا، لأن فعلا الآن كاين فيه استقطاب إقليمي في المنطقة العربية. تم هذا في 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 الشرق الأوسط وفي الخليج، وأيضا استقطاب في حوض البحر الأبيض المتوسط. وبعد
بدا يحس البلدان بدا يحسان بان ضروري ايضا ينهيوا الخلاف هذا. وايضا يبدو ان قضيه الصحراء وصلت الى منتهاها، لان الى حد ما الان يجري حديث على ايجاد حل باي شكل من الاشكال حتى ولو كان بحكم ذاتي. شكرا جزيلا لك. من الجزائر العاصمه الاعلامي الجزائري سعد بوعقبه، شكرا جزيلا.